السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا أصدقائي في درس جديد من دروسنا الرياضيات. اليوم رح نشوف مع بعض إذا عنا عددين بدنا نجمعهم أو نطرحهم يا أصدقائي. كيف نطرحهم أو كيف نجمعهم رح نشوف بدرسنا اليوم بإذن الله. طبعا هذا الدرس سهل جدا وبسيط كتير، ولكن علينا ننتبه على بعض النقاط ليكون فعلا سهل. طيب أنسى شو هي النقاط اللي رح ننتبه عليها؟ رح نشوفها خلال الدرس بإذن الله. طبعا عملية الجمع نحن أخذينها من الصف الأول يا أصدقاء. بنعرف شو يعني عملية الجمع. مثلا أنا عندي تفاحة وتفاحتين، كم تفاحة صاروا عندي؟ تفاحة زائد تفاحتين 3 تفاحات. مثلا يا أصدقائي إذا عندي 20 زائد كم نقول زائد مثلا 50، كم يساوي؟ كيف بجمعهم أنا هدول العددين؟ أكيد نحن بنعرف إنه دائما الآحاد مع الآحاد بجمعوا، والعشرات مع العشرات. هذا الأمر نحن بنعرفه، يعني 0 زائد 0 0، 2 زائد 5 7، ومنلاقي الجواب بهذا الشكل هو 70. هاي بالنسبة للعدد اللي بكون فيه آحاد وعشرات. طيب لو كان أنا عندي عدد اللي هو مثلا 123 زائد كم نقول 53، كيف أنا بجمعهم؟ كمان نفس الأمر، الآحاد مع الآحاد تمام، العشرات مع العشرات كمان تمام. خلينا نجمعهم، 3 زائد 3 6، 2 زائد 5 7. طيب أنسي هون عندي مئات بس هون ما في، أكيد شو بنعمل؟ فورا بنحطه نفسه واحد، يعني صار عنا الجواب 176. معناها نحن النقطة المهمة جدا لازم نعرفها بأي عملية جمع، إنه بيجمع الخانة مثلا الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات، وبهذا الشكل حتى الملايين رح يكون عنا نفس الطريقة. مثلا عاطينا هون بعض النشاطات فينا نحسبهم أكيد مع بعض. خلينا نشوف مع بعض نعملهم هيك وناخد مثلا نبدأ. مثلا عندي هون كيف بجمعهم؟ الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات. يلا مع بعض رح أكتب بهذا الشكل الجواب 0 زائد 0 0، 1 زائد 9 10. ولكن أنا أكيد حتى لو نكتبها هون أفضل هيك يساوي، أكيد إن هون ما فيني أجي أكتب 10، لكن أنسى شو بعمل؟ ما فيني أكتب عددين بخانة واحدة. هلا هون خانة الآحاد، هون العشرات، ما فيني أكتب عددين. لذلك شو بعمل؟ بقول بهي الطريقة، مو نحن جمعنا 9 زائد 1 10، بحط 0 وباليد 1. هي تذكرتوها قصة باليد وما باليد؟ أكيد إن شاء الله متذكرينها. هلا بعدين بقول الاثنين، في عندي هون مئات؟ لا ما عندي، ولكن عنا باليد 1، 2 زائد 1 3، وبهذا الشكل بنكون لقينا الجواب 300. أو مثلا اللي بعده عندي 0 زائد 8 8، والواحد حطيتها 18. عندنا مثلا عملية طرح، 80 ناقص 50. بعملية الطرح طيب شو كنا بنعمل؟ كمان نفس الأمر، بطرح من الآحاد الآحاد، العشرات من العشرات، وبهي الطريقة. هون عندي 0 ناقص 0، ما عندي ولا تفاحة، أخذت منها ولا تفاحة، 0 بيبقى عنا لأني ما عملنا شي. 8 ناقص 5 3، وبنكون لقينا كمان الجواب يا أصدقاء. مثلا هون 100 زائد 45، كمان نفس الأمر رح يكون عنا جمعت 5 زائد 0 5، 4 زائد 0 4، والواحد حطيناها 145. 5 زائد 3 8، وبهي الطريقة فينا نعمل عملية الجمع وعملية الطرح. بالنسبة لكل هدول بتوقع سهلين عليكم، فيكم تحلوهم. طيب خلينا نجي للقسم اللي نحن اليوم رح ناخده، الأهم قسم عنا، اللي هو أول قسم رح نبدأ فيه جمع الأعداد الطبيعية يا أصدقاء. كيف أنا بجمع الأعداد الطبيعية؟ كيف يا أنسي؟ مثلا عندي هون عددين، خلينا ناخدهم نكتبهم هون. وين عنا أنسي هدول العددين؟ خلينا نشوف كم هنن. أكيد نحن صرنا نعرف نقرأ الأعداد، 200 و3565. خلينا نكتبه 556، لا 65. طيب وعنا هون 789 ألف وكم؟ 321.
كتبناهم بهذا الشكل، بدنا نجمعهم. حطيت إشارة الجمع. هلا أول أمر بعملية الجمع إن هذا كتبته فوق أو هذا كتبته فوق ما بهم، لأني 2 زائد 1 يساوي 3 و1 زائد 2 كمان يساوي 3، لذلك اثنيناتهم نفس الأمر. هاي نحن بنعرفها إنه في عنا خاصية عملية التبديل ما بتأثر على النتيجة. طيب أنسى كتبنا نحن الأعداد تحت بعض، قلنا ما بهم ترتيبهم، وجينا هلا بدنا نجمعهم. ننتبه بعملية الجمع شو بعمل يا أصدقاء؟ بجي ببدأ من عند الآحاد. نبدأ. طيب لاحظوا إنه كتبت الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، يعني ما طفيت خطوة وكملت، لا ننتبه للأمر، فورا كتبتهم تحت بعض. يلا 5 زائد 1 6، 6 زائد 2 8، 5 زائد 3 كمان 8، 3 زائد 9 12. فيني شي يكتب بهذا الشكل بنفس الخانة؟ لا أكيد. لكن شو بعمل؟ بقول بكتب 2 باليد، والعشرات وين بحطها؟ باليد عندي 1، بقول حطينا الاثنين وباليد 1. 0 زائد 8 8، وما بنسى باليد 1، صار عندي 9. 7 زائد 2 كمان 9، صار عندنا الجواب لقيناه بشكل سهل وبسيط 992,886. وبهذا الشكل يا أصدقائي نحن بنجمع أي عدد. أهم شي ننتبه تحت بعض بكتبهم، ما نترك فراغات يا أصدقائي. شايفين كيف جمعناهم بشكل سهل وبسيط؟ طيب كاتب لنا هيك فعلا تأكدنا من جوابنا. مثلا هون كمان نفس الأمر، عاطيني مسألة وبهذا الشكل عاطينا الحل. بدون ما نطلع الحل خلينا نحن نجمع الأعداد ونشوف بعد إذا جوابنا صح أم شو الوضع. أكيد إن شاء الله رح يطلع صح. إنتاج البنزين الممتاز في مصفاة حمص في عام 2007 يا أصدقائي كان كم؟ أنسى كيف بدي أقرأ هذا العدد؟ قلنا كل 3 أعداد بنساويهم جروب، 1,220,219 طن. وفي عام 2006 كان كم؟ فورا بنقسم بهذا الشكل لجروبات، 1,344,826 طن. كم كان إنتاج المصفاة في العامين معا؟ شو بعمل يا ترى؟ بدنا هدول العامين مجموعهم. يلا معناها نعمل عملية الجمع. رح أكتب هون، في بيفرق عندي إن عدد كتبته بالأول هذا أم هذا؟ لا، لأني عملية الجمع فينا نبدل مكان الأعداد. طيب 1,344,826. كمان هون عندي 1,220,000. نعم 220,219 باللغة التركية بنقول إيفت يعني إيه. طيب هلا نتابع بعملية الجمع. خلينا نجمعهم بهذا الشكل. وين يا أنسة بدنا نجمعهم؟ هون. طيب نحط بهذا الشكل وخلينا نجمعهم. بنقول يا أصدقائي نبدأ من عند الآحاد. 6 زائد 9 15، 5 وباليد 1، 2 زائد 1 3 و1 4، 8 زائد 2 10. أكيد ما فيني أكتبها كلها هون، بكتب الصفر وباليد 1. 4 زائد 0 4، والواحد صار عنا 5. 4 زائد 2 يلا انتو 6. 3 زائد 2 5. 1 زائد 1 2، وأكيد بنكون لقينا الجواب بهذا الشكل 2,565,045 طن رح يكون عنا الجواب. بهذا الشكل يا أصدقائي مثل ما شايفين فينا نعمل عملية الجمع ونحل أي سؤال بيكون عنا. طبعا هون عاطينا كمان إنه ناتج هي العملية ننتبه عليها أكثر من باقي العمليات. ليش يا ترى؟ لأنه يا أصدقائي هون عاطينا كنا قبل شوي عندي مثلا 6 خانات، العدد الثاني كمان 6 خانات، العدد الأول 4 خانات، العدد الثاني 4 خانات، عم نجمعهم فورا ما في أي مشكلة. طيب هون شو الفرق عنا؟ هون عاطينا هذا العدد مثل ما شايفين كم خانة؟ 7 خانات، وهذا كمان 7 خانات، ما هيك؟ نعم 7 خانات صحيح. أما هون عندي 5 خانات. شو بدي أعمل؟ مثل ما حكينا بأول الدرس لازم نكتب الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، الآلاف تحت الآلاف، عشرات الآلاف تحت العشرات الآلاف، وبهذا الشكل. طيب بنبدأ فورا نجمعهم. 8 زائد 8 عنا هالمرة 3 أعداد ننتبه. 8 زائد 8 16، و1 17. أكيد بحط السبعة وباليد 1. 4 زائد 7 11، و1 12، و7 كمان كم صار عنا؟ 19. 9 باليد 1. 7 زائد 5
12 و3 15 وأكيد ما بنسى الواحد، صار عندي 16 6 وكمان باليد واحد. 8 زائد 4 12 و8 عندي كمان صار عنا 20 والواحد ما بنساها صار عنا 21 واحد. وهالمرة شو بكتب هون؟ 2. انتبه ما نتعود انه كتبنا دايما باليد واحد، لا ممكن يكون عندي باليد 2 مثل قبل شوي 21 كتبت. يعني 21 بنكتب الآحاد تحت والعشرات شو بنعمل لها؟ بنقول باليد 2. 2 زائد 1 3 و7 10 وعندي 2 12 2 وباليد واحد. 3 زائد 0 3 وأكيد الواحد ما بنساها صار عندي 4. أنسى إيه هون بس عندي خانتين ما في التالت، إيه عادي ما في مشكلة. 1 زائد 3 4 حطيته هون كتبنا وبنكون لقينا الجواب. بهذا الشكل دايما يا أصدقائي ننتبه إنه بنكتبهم تحت بعض. طيب أعمل لي نتحقق إنه إذا نحن فهمانين الموضوع ولا شو الوضع عنا. أكيد بإذن الله فهمانينه ولا نتأكد. خلينا نعمل عمليات الجمع اللي عاطيني إياهم هون وهون. أول شي شو بدي أعمل؟ بدي أكتب الأعداد. هون نكتب عنا كم؟ 6,121,950. طبعا أنا عم أفصلهم عم بعد عنهم شوي، خليني أكتبهم كأنه بدون ما أفصلهم. 521,000 وكم؟ 950. طيب كتبته. والعدد اللي بعده كم عنا؟ أنسى مشان نحسن نقرأ ونقسمه لجروبات، كل 3 يصيروا جروب. كمان عندي 1,569,201 كتبته. وهلا بدنا نجمعهم. يلا معناها خلينا نعمل عملية الجمع. شو بنعمل؟ قلنا أصلا نحن كتبناهم تحت بعض لذلك سهل جدا بالنسبة للأمر. قلنا 0 1 1 5 زائد 0 5 9 و2 11 1 وأكيد ما بنسى الواحد باليد. 1 و9 10 وكمان 1 11 1 وعندي كمان باليد واحد هون. 2 زائد 6 8 1 9 5 زائد 5 10 0 باليد واحد. 6 زائد 1 7 1 صار عنا 8. معناها جوابنا كم؟ 8,091,151. بهذا الشكل حلينا السؤال. نطلع على اللي بعده. عاطيني هون بالعدد اللي بعده كم عنا 3 أعداد بدنا نجمعهم. تمام خلينا نجمعهم. قلنا أنا واحد عم اكتبه أول ما بيفرق عنا، صح؟ صحيح، هذا الأمر نتذكره. عندي هون 1,245,000 يا أصدقائي. حطيت بهذا الشكل. بعدين عنا هون 259,000. ننتبه إنه وين بدأت أكتب؟ و631. ننتبه الآحاد تحت الآحاد، عشرات تحت العشرات وبهذا الشكل. هون عندي 999. إذا كتبتها بهذا الشكل أكيد بيكون عندي خطأ، ما بيصير. ليش؟ لأني عنا آحاد عشرات مئات. وين أنا حطيتهم؟ بمكان مختلف تماما بقسم الألوف، لذلك ما ممكن. وين بدي أكتبه لكن؟ بكتبه أكيد يا أصدقائي تحت الآحاد والعشرات والمئات. والله خلينا نجمعهم مع بعض. أنسى كيف بدنا نجمعهم. مثل ما حكينا قبل شوي الآحاد مع الآحاد، عشرات مع العشرات، وبهي الطريقة. 1 و9 10 0 باليد واحد. 3 و9 12 و1 13 3 باليد واحد. 6 زائد 9 راح يصير عنا 15 1 16 6 وباليد واحد. 5 زائد 9 14 و1 15 5 وباليد واحد. 4 زائد 5 9 و1 10 حطيت الصفر وباليد كمان واحد. 2 زائد 2 4 و1 5 وحطيت آخر شي قسم الملايين، ما عندي غير الواحد كتبته هون. معناها صار الجواب عنا إذا بدنا نقرأه 1,005,005,630. بهذا الشكل تعلمنا نحن عملية الجمع. بتوقع إنه ما في عنا أي مشكلة عليها بإذن الله. بالدرس الثاني القسم الثاني الفيديو اللي بعده رح تشوفوا كيف بنعمل عملية الطرح. بتمنى ننتبه عليهم كتير لأن جدا مهمين. ونلتقي إن شاء الله في الدرس اللي بعده. دمتم في حفظ الله ورعايته.